120 واحد صدر لهم احكام الاعدام والنفاذ الفعلي. هو اصل موضوع التعذيب ده لم يفتح، هذا الملف لم يفتح حتى هذه اللحظه. الناس اللي عذبوا والناس كتير والناس كل ده هذا لم يفتح. والمفتوح دلوقتي هو ملف الفساد وقتل الثوار، هو ده المفتوح عليه. ملف التعذيب ده عايز مصر البلد اسوء عصر في تاريخ مصر كلها. عايز بس يركزوا لما يفتح هذا الملف ان شاء الله. النقطه الثانيه ان هو لابد من رحيل الجيش في اسرع وقت ممكن. يعني كل اللي احنا بنشتكي منه ده هو سببه انه في دوله مدنيه، في دوله ولا في رئيس حكومه ولا مفيش رئيس جمهوريه ومفيش برلمان، في العمليه فوضى. وبعدين الجيش هو حقيقي بيحرس الثوره وكل الكلام، بس الجيش بيبقى فيه ممارسات احنا في القدس صحيح شايفينها، ممارسات لو استمر الجيش لا هترجع تاني مع سنه 52 هتتكرر ان الجيش هيفضل وهيبقى حكم عسكري تاني. حكايه معلش هقطع موضوع شويه، حكايه الدستور الاول، هتكتب الكلام ده لابد ان تقام دوله مدنيه، لابد البرلمان في اسرع وقت، البرلمان هو يضع الدستور ويتخذ رئيس الجمهوريه بحيث كده على السلامه في اسرع وقت ممكن، والا في تعذيب حقيقي دلوقتي، تعذيب في انتهاكات حقوق الانسان، في ناس مظلومين، في ناس قالوا عليهم بلطجيه هم خريجين الجامعه موجودين في السجون. يعني الناس اللي بتحكي دول